السلام عليكم. عملاء بنك الكريمي يستطيعوا فتح الحساب في الكريمي، بعد ذلك يضيفوا 3 عملات. أنا عندي هنا كما تشاهدون 3 عملات. هذه هي العملة اللي هي بالرمز هذا اللي هي بالريال اليمني. بعدين عندي العملة هذه USD هذه بالدولار، وعندي هذه العملة اللي هي بالريال السعودي. وهذا كل حساب طبعا كل عملة لها حساب خاص، رقم خاص فيها في الحساب. طبعا انا مثلا كيف اعرف حسابي مثلا في البنك في شو اسمه بالدولار؟ هنا كما تشاهدون عندي بالدولار، اذا فتحتها كذا هنا عندي صفر، ما عندي ولا اي دولار. ونفس الشيء بالنسبة لليمني، بالنسبة للسعودي، بالنسبة للدولار. طبعا اذا كان عندي رصيد مثلا بالدولار ولا معاي في السعودي ولا حاجة واحتاج اني احولها لليمني، بسيطة جدا. هنا كما تشاهدون اذا ذهبنا في الخدمات البنكية، عندي هنا التحويل الى حساب عميل اخر. لا مش هذه التحويل بين الحسابات. اذا دخلت عليها كذا هنا كما تشاهدون انا بركز فين. هذا طبعا الحساب اليمني، هذا اللي هو بالرمز هذا UER، هذا بالحساب اليمني، وهذا USD بالدولار. طبعا انا مثلا بحتاج احول من الدولار لليمني، بذهب لهنا واختار الحساب، اختار مثلا الدولار ولا الريال السعودي. هنا كما تشاهدون كذا، وهنا بعدين الى رقم الحساب. انا بحولها من السعودي للدولار، لا من السعودي لليمني. وبعدين ادخل المبلغ هنا، المبلغ مثلا هنا بالريال السعودي. بدخل مثلا انا عندي مثلا بشوف كم عندي رصيد. انا مثلا بحتاج منه 100 ريال، بعمل هنا 100 ريال، بعدين اعمل موافق. هنا قبل ما يحول بيجيب لي الصرف، هذا سعر الصرف، وهذا من الحساب الاول اللي هو بالريال السعودي للحساب الثاني اللي هو بالريال اليمني. وهنا عندي الصرف، هذا سعر الصرف، وهذا المبلغ. طبعا الرسوم مجاني. اذا اعجبني المبلغ اعمل هنا متابعة، خلاص ينتقل مباشرة، ينضاف عندي من الحساب السعودي للحساب اليمني.